السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. صاحبتي إيناس بتقول انتي مقصرة في حقنا، معقولة لحد دلوقتي ما عملتلناش القطايف؟ علشان خاطر عيونها وعيون كل المتابعين هعمل معاكم النهاردة القطايف بطريقة أسهل كتير من السنة اللي فاتت. يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا. عندي نص معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ذرة ملح، كوباية من الدقيق متعدد الأغراض، باكت من الفانيليا، وكوباية مية فترة. بس كده، هي دي المكونات بتاعتنا. أنا هستخدم في الوصفة بتاعتي النهاردة الخلاط. هنزل بكل المكونات بتاعتي في الخلاط وهضربه لحد ما يديني القوام الناعم اللي انتوا شايفينه، قوام ناعم ما فيهوش أي تكتلات. هنزل بالخليط بتاعي في الكوباية المعيارية اللي أنا هستخدمها في الوصفة زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها في المطبخ حوالي نص ساعة تخمر، وبعد كده هبتدي أجهز معاكم الطاسة اللي هنستخدمها للقطايف. أنا هستخدم طاسة الكريب، تقدري تستخدمي أي طاسة متاحة عندك، مفيش فيها مشكلة. في الأول خالص بننزل بواحدة من القطايف علشان نحدد الحجم بتاعنا ونشوف القطايف بتاعتنا عاملة إيه. بعد كده وبعد ما بنتأكد من نجاح القطايف بتاعتنا زي ما انتوا شايفين معايا كده، هننزل بقى بباقي الكمية، مفيش فيها أي مشكلة. زي ما انتوا شايفين بجد القطايف طالعة معانا تحفة. نزلت بالقطايف زي ما انتوا شايفين وكده هتبقى جاهزة معانا. بجد طالعة زي ما بقول لكم تحفة. طبعا انا هستخدم القطايف بتاعتي، يعني هبتدي اشتغل فيها على طول، بس عايزه اوريكم عن قرب القطايف عامله ازاي، لان القطايف ليها مقومات كده لنجاحها. هتشوفوا معايا لازم تكون المسام بتاعتها واسعه كده تمام، ما فيهاش طبعا اي تكتلات، ويكون ده اللون بتاعها، بجد بتبقى تحفه. للحشو بقى انا هستخدم زبيب وجوز الهند، تقدروا تستخدموا اي حشوات انتوا حابينها، مفيش فيها اي مشكله، ده بيرجع لكم. بنحشي القطايف بتاعتنا وبنجيب بقى الزيت بتاعنا ونبتدي نسخنه وننزل بالقطايف بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين القطايف ما شاء الله عليها، طبعا يعني بجد ناجحه بكل المقاييس، لون وقوام بجد طالعه حلوه قوي. بعد كده حبايب قلبي بقى هطلع القطايف بتاعتي وانزلها في السيرم. النهارده ما عملتش سيرم او شربات لاني كان عندي بواقي من الجلاش الفيديو اللي فات. بس هي عايزه اقول لكم المقادير بتبقى كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، باكت من الفانيليا، نص عصره ليمونه، معلقه من عسل الجلوكوز. بتاخد معانا من 8 ل 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين مفيش احلى من كده. طبعا لازم ندوق واوريكم القطايف بتاعتنا عامله ازاي من جوه. بجد طالعه تحفه، وصفه سهله وبسيطه مش هتاخد منكم لا وقت ولا مجهود، انا عن نفسي اعتمدتها في مطبخي. بتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميله، شير للفيديو، اشتراككم في القناه، تكبروها وتكبروا عيلتنا، واستنوني دايما في المطبخ. مع السلامه.